ممكن اقوم عشان اجي خشونه. هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ ازيكم؟ احنا النهارده هنتعلم ازاي ناكل بالاتيكيت، طريقه اتيكيت جميله خلاصي. وبعدين هنبدا. معانا مناديل، معانا سوداني، معانا حاجات، معانا اكل وخلاص. هناكل اول حاجه كيكه. هناكل الكيكه طبعا. ايه، مش لازم ناكلها عشان الدايت. لا طبعا الدايت فاحنا مش لازم نبقى ده طبعا الطريقه الصحيحه لاكل كيف. بس طبعا نوسخنا نفسنا شويه فنمسح ايدينا، وممكن برضه نمسح بقنا يعني لو ينفع. لا مش هنمسح بقنا، مش لازم يعني. هو اصل ايدينا اهم حاجه اللي دي بناكل بيها. وبعدين هنا هناكل حاجه من الحته اشوفها. انا كلها هاخد جواب. بس استنى يا جماعه، استنى. انتوا عارفين ان الجوع كامل. معنا الاندومي طبعا بنحطه على اليمين عشان احنا ايه بناكل باليمين. هنلف كده الشوكه، نلف في الاندومي بالراحه بكل طبعا هنمسح بقنا عشان ايه؟ ما ينفعش نبهدل بقنا قدام الناس، ده من الاتيكيت، لكن احنا نرمي ده عادي. وبعدين معانا هنشرب بق ميه عشان ايه؟ يعني نبلع. مش مشكله عشان الميه في وسط الاكل بتعمل كرش، ده معروف جدا. بعدين بقى هناكل البيتزا بايدينا الاثنين، والنضاره اتوسخت طبعا من الاكل هنمسحها ونرميها. مش مهم نشوف احنا بناكل، المهم ان احنا ناكل. ودي رساله شيبسي بقى، العيش. هنفتح كيس الشيبسي المتسرق. هنمسك العلبة اللي قدامنا ونفتحها بالراحة. فيها سوداني طبعا، السوداني عادي طبعا نتف طالما نزلت تحت الترابيزة، يبقى مفيش أي مشكلة، عادي جدا. بعدين في حاجات تانية في العلبة، يعني في مثلا ايه، عندنا بونبوني بنفتح ناكل نظبط أي حاجة، ولو ما عجبتناش بنتفها كده عادي جدا. في هنا مثلا في برطمان، هنا في حاجه مثلا ايه، في سكر نبات، سكر بنات، حاجه يعني ده لبان ذكر. يا لهوي. إيه البيبسي، هنشرب بيبسي. استني نشرب بيبسي. الحمد لله شربنا بيبسي. وبعدين حاطين البيبسي طبعا، ما بهدلناش حوالينا خالص. هنا في هنا طحينه. كنا طحينه ممكن ناكلها ونعمل بيها برضو ايه، زي حمام كريم. معانا هنا مناديل، معانا ايوه بنمسح المناديل، بنمسح ايدينا ومش وشنا. بس بنرمي كده. ده كده طريقه اكل بالاتيكيت زي ما وريتكم. باذن الله اوريكم فيديو تاني طريقه اي حاجه تانيه. المهم نقوم من هنا ونخلص. ممكن اقوم عشان اجي خشونه.